السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في القناه، فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه اليوم غادي نديروا الشباكيه اللي كتجي اقتصاديه، غنديروها غير بالسنجلان، كتجي هشيشه ومعلكه وشاربه العسل وكتجي مجعبه ورائعه في المذاق. تابعوا معايا الفيديو من الاول للاخير. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم ديروا لايك وتشتركوا في القناه بالنسبه لي مازال ما مشتركينش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال جميع فيديوهات القناه. اذا الشباكيه اللي غادي نديرو اليوم هي شباكيه اللي اقتصاديه جدا، غنديروها غير بالزنجلان، ومع ذلك فكتجي لذيذه وكتجي ايضا هشيشه والمذاق ديالها رائع جدا. غادي نشوفوا كيفاش المقادير ديالها، ايضا الطريقه ديال التشباك وجميع المراحل غادي نذكرها في الفيديو. تبعوا الفيديو من الاول للاخير وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. اذا هنا عندي كيلو ديال الطحين الابيض الخاص بالحلويات، خماره وحده. هنا عندي كاس اللي مخلط بين الزيت النباتي والزيت المائده. عندي كاس الا ربع ديال الزبده نوازيت. عندي هنايا الزنجلان، 2 كيسان ديال الزنجلان اللي مطحون محمر ومطحون، معلقه ديال النافع، معلقه ديال القرفه، كاس ما زهر وربع كاس ديال الخل. وعندي كاس ايضا ديال الماء اللي درت فيه الزعفران شعره، خليته هنا حتى كيطلق. وعندي المسكه الحره اللي مدقوقه، شويه ديال المسكه الحره دقيتها مع شويه السكر. عندي معلقه ديال القرفه واصفر بيضه. غادي نبداو هنا بسم الله. غادي نبداو هاد الكيس ديال الخميره غادي نديروه في هذاك الكيلو ديال الطحين. غنضيفوا ايضا الملح يعني تقريبا واحد شويه د الملح على حساب الذوق. وغادي نضيف هذيك الملعقه ديال القرفه. اذا بالنسبه للقرفه والنافع والحبه حلاوه راه مطحونين ومغربلين مزيان مزيان، يعني ما كيبقاوش نهائيا محبين، لان العجينه خصها تكون يعني مكونات مغربله مزيان مزيان هكا باش كتورق لينا يعني بكل سهوله. سيرتو الا درناها في الوراقه فضروري كيكونوا مغربلين مزيان. كاع المكونات اللي مطحونين ضروري كنغربلوهم مزيان. صافي هنا ضفت هذيك الملعقه كبيره ديال حبه حلاوه وملعقه كبيره ديال النافع. غادي نضيف ايضا هنايا الزنجلان، راه 2 كيسان ديال الزنجلان اللي حمرته شويه في المقلاة عاد فاش طحنته. يعني ما درناش اللوز، يعني هذاك الكاس ديال اللوز عوضناه بكاس ديال الزنجلان، يعني درنا 2 ديال الكيسان في كيلو ديال الطحين ديال الزنجلان. كيعطيه واحد يعني كتجي شيشه اكثر من الشباكيه ديال اللوز. فغادي نضيف هنا، خلطت هنا المكونات جيدا، ومن بعد غادي نضيف هذاك الكاس ديال الزيت اللي مخلط ما بين يعني نص كاس زيت نباتي ونص كاس ديال زيت الزيتون. ضفت ايضا كاس الا ربع ديال الزبده اللي ذوبتها مزيان وخليتها حتى مشى من هذاك الحليب، يعني ولات نوازات حتى هي ضفتها. وغادي نخلط مزيان هاد المكونات. يعني غادي ندخل هذاك الزيت والزبده في هذوك المكونات الجافه، يعني ضروري نخلطوهم. غادي تشوفوا الطريقه كيفاش يعني الطريقه في الفيديو. اذا كنبقى ندخل هذيك الزيت والزبده في الخليط اللي عندي في المكونات. صافي بهذه الطريقه حتى يعني كيتلبس هذوك المكونات كامله بالزيت وبالزبده. عاد من بعد كنضيف هذاك الكاس ديال الماء اللي فيه شعيرات ديال الزعفران. وغادي نضيف ايضا ربع كاس ديال الخل وكاس ديال الماء زهر. صافي غادي نعجنها. هنايا غندير هنا ضفت هنا ايضا المسكه الحره اللي مدقوقه، يعني واحد الحبيبات ديال المسكه الحره مدقوقه. وغادي نجمع العجين. صافي غادي نجمع هنايا المكونات كامله. العجينه ضروري كتكون قاصحه، يعني ما كتكونش مرخوفه. صافي انا حطيتها هنا في سطح العمل باش كتجمع ليا مزيان. اذا كندخل هذيك المكونات مزيان في بعضياتها. صافي كنجمعها وغادي نديرها في بلاستيك غذائي.
اذا هنا غادي نقسم العجين وغادي ندخلها هنايا في واحد البلاستيك غذائي وغادي نخليها حتى كترتاح. يعني انا خليتها واحد المده حتى ارتاحت مزيان عاد فاش خدمت بها. من بعد غادي ناخذ كل كره غادي نقسمها الى اجزاء. يعني قسمت انا في الاول قسمت العجينه لكرتين ومن بعد شفت كل كره قسمتها الى اجزاء. غادي ناخذ كل جزء غادي نديرو هكا بالمدلك، غنبسطو شويه هكا بالمدلك وغادي نطويه بحال الشكل ديال المسمنه. يعني كنطويه على 4 هكا باش كتجينا يعني هاد الطريقه كتخلي الشباكيه كتجي مجعبه من الداخل. فضروري كنديروا هاد المرحله، يعني كناخذوا هذوك الاجزاء اللي عندنا كاملين كنبسطوهم هكا بالمدلك وكنطويوهم بهذه الطريقه على 4 يعني بحال الشكل ديال المسمن صافي. وكندخلوهم للبلاستيك وكنبقى غاديه مستمره مع هذوك الاجزاء كلهم اللي عندي ديال العجينه. يعني كل جزء كنبسطو وكنطويه على 4 كندخلو البلاستيك حتى كنكمل هذيك العجينه اللي عندي كامله. والطريقه راه واضحه في الفيديو. اذا العجينه كيف كتشوفوا راها قاصحه، ضروري كتكون العجينه قاصحه هكا باش كتجينا ملي كطيب كتجي رطبه وكتجيكم ناجحه. ما ديروهاش مرخوفه نهائيا، غادي تعذبكم في الخدمه وما غاديش تجيكم يعني ما غاديش تجي رطبه ملي كطيب. فهذا هو القوام. يعني كتشوفوا ملي كنورقها بالمدلك راه كتبان العجينه بانها قاصحه، وهذا سر من اسرار نجاح الشباكيه. صافي كملت هنايا هذوك الاجزاء كاملين طويتهم ودرتهم في بلاستيكه وغادي نخليهم يرتاحوا شويه عاد من بعد غادي نخدم بهم. من بعد هنايا صافي يعني بما ارتاحوا شويه هنايا كناخذ له يعني كنديرهم شويه بالمدلك وكندوزهم هنايا في الوراقه. هنا الا بغيتو تخدموا بالجراره فراه يعني اللي بغيتو اما بالجراره اما كنخدموا بهذاك جراره جديده هذه اللي غادي تشوفوا دابا في الفيديو. بالنسبه للجراره هذه العاديه القديمه راه كندير واحد المستطيل وكنبقى ندير يعني كندير هكا واحد 5 شرطات او 6 شرطات يعني اللي عجبكم وكنقطع. يعني كندير واحد 5 شرطات والسادسه كنقطع بالجراره ومن بعد عاد كنشبكها. هذه هي الطريقه. من بعد راه كناخذ جوج يعني كنتنيهم على جوج الاخرين وهذاك الثالث كنديرو في الجهه الاخرى كنقرص يعني الجوانب. صافي غادي تشوفوا هنايا هذه ما واضحاش مزيان، غادي تشوفوا من بعد كيفاش كندير الطريقه ديال التشباك. طريقه سهله جدا يعني ما معقداش. غير كنتني جوج والثالث كنديرو في الجهه الاخرى. صافي كندير الصبع الوسط وكنقرص هذوك الاطراف كنقرصهم وكنقلب وكنحل بهذه الطريقه. يعني كنحاول نحلها مزيان من الوسط وكنقرص هذوك الجوانب. وهذه هي الطريقه. من بعد غادي نشوفوا كيفاش خدمنا بهذيك الجراره الجديده ديال الشباكيه. هذه عمليه احسن من الجراره يعني الاولى. هذه كان غير نورق العجينه وكندفع هكا باليد ديالي صافي. من بعد انا راه وليت كنبسط العجينه كبيره كندير يعني 3 المرات صافي وكنخرج واحد الكميه كبيره. الطريقه نعاود معكم الطريقه ديال التشباك. يعني راه كان بالنسبه لهاد هذه اللي خدمت بها كتخرج شويه شباكيه صغيره ولكن راه يعني كتعاونك كتسربي دغيا، كتعاونك انك كتكملي الشباكيه دغيا. كنعاود معكم الطريقه ديال التشباك. كنطوي جوج على جوج والخامس راه كنقلبوا للجهه الاخرى كنضغط بالاصبع ديالي الوسط وكنقرص هذوك الجوانب صافي وكنحلها كنقلب وكنحلها بهذه الطريقه. كنحلها مزيان وكنقرص الجوانب باش كيجي الشكل ديالها يعني مقاد
صافي من بعد حتى كنكملها كامله، كنخليها حتى كتنشف، يعني كنخليها شويه كتنشف، عاد من بعد كنقليها هكا باش كتبقى ليا محافظه على الشكل ديالها. ضروري كنخلوها تنشف شويه. ممكن ديروها في الليل وتخلوها حتى للصباح. انا بديتها مع الصباح يعني وخليتها شويه حتى نشفات وعاد قليتها. قليتها في الليل. الزيت هنا كنخليها حتى كتسخن مزيان مزيان، وكنرمي واحد الكميه، وضروري الزيت كتكون شويه كثيره باش كتكون يعني طالعه على الشباكيه. صافي كنرمي واحد الكميه وكنخليها حتى كتحمر. في الاول ما كنقيسهاش باش ما كتحلش ليا في الزيت، يعني كنخليها حتى كتبان ليا شدات راسها، يعني طابت من التحت. عاد من بعد ممكن كنقلبها بواحد بهذه الطريقه، يعني ممكن نقلبوها ولكن حتى كتبان ليا طابت عاد كنقلبها هكا باش ما كتفرتش ليا في الزيت، يعني ما كتقطعش. ملي كيبان ليا انها طابت وتحمرات خدات هذاك اللون يعني الذهبي، صافي راه كنحيدها وكنضيف واحد لا كونتيتي اخرى. انا خصني ضروري كنشفها مزيان من الزيت، يعني ما كنخليش فيها الزيت باش ما كيطيحش في العسل. كنعاود ندير انا في واحد الشبيكه بما ضفت واحد الكميه المقله، كنحط هذيك الكميه اللي كتقلى وكنهزها وهي راه باقا سخونه كنديرها في العسل. بالنسبه للعسل راه ثقيل، يعني ما كنسخنوش، يعني كنديروها في العسل ثقيل وهي راه سخونه. يعني ملي كنديرها في العسل كيبدا العسل بوحدو كيخفاف لان الشباكيه سخونه، فكنخليو العسل بارد وكيكون ثقيل. صافي كنبقى غاديه مستمره حتى كنكمل هذيك الكميه كامله بما طابت يعني الشباكيه الاخرى. كنبقى غاديه بنفس الطريقه. هنا خليتها حتى الغد ليه من بعد سقطرات هذاك العسل اللي تسقطر عاود تاني يعني سقيتو بها كامله، يعني بهذاك العسل هو ثقيل هكا كتشرب ليا العسل، كتجي شاربه العسل بهذه الطريقه. يعني خليتها حتى تسقطرات، انا قليتها في الليل وخليتها حتى الصباح. ملي تسقطرات داك العسل اللي تسقطرات منه عاود خويتو عليها من الفوق وهو ثقيل، يعني كنخليه ثقيل بارد ما كنسخنوش، كنخو عليها من الفوق وكتجي شاربه العسل. يعني جا المذاق ديالها رائع. هذه كتقام اقتصاديه، وايضا هذه ديال الجنجلان كتجي هشيشه، كيجي المذاق ديالها زوين. هذا هو الشكل ديالها، يعني جا المذاق ديالها يعني زوين، وجات مجعبه وايضا جات شاربه العسل وجات هشيشه بزاف. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لايك وتشتركوا في القناه بالنسبه اللي مازال ما مشتركينش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال جميع فيديوهات القناه. اذا كنشكركم على حسن المتابعه، ونتمنى نتلاقى بكم في فيديو قادم ان شاء الله. Kiri.